السلام عليكم سيادة القاضي. وعليكم السلام والرحمة. دخل على الإمام أحمد بن حنبل شخص من تجار الخمور. ايش قاعد تقول هذا؟ جاء عند الإمام أحمد بن حنبل معاه زبيب ومعاه موية ومعاه عنب. شوف حكمة الإمام أحمد بن حنبل الآن. أعطاه هذا التاجر العنب، قال يا الإمام أحمد كل من هذا العنب، قال تمام وياكل. قال هل هذا حرام؟ قال لا. قال تفضل هذه الموية اشرب. الإمام أحمد شربها. الإمام أحمد قال هل هذا حرام؟ قال لا. قال تفضل الزبيب اللي نحطه مع الرز وما للتنكيه والاشياء هذه، ويعطيها سياده القاضي. قال هل هذا حرام؟ قال لا. قال كيف تحرمون الخمر؟ وش سوى الامام احمد بن حنبل يا سياده القاضي؟ ايش قاعد تقول هذا؟ اكمل؟ الأفضل أنك ما تكمل. لا انا بقول لك لان فيها حكمه. قال الامام احمد بن حنبل اللي جنبه ائتني بعصا وائتني بحفنه من الطين وائتني بحفنه من الحجاره. اخذ حفنه من الحجاره رماها على وجه التاجر هذا. قال هل انت مت؟ قال لا والله. اخذ حفنه من الطين رماها بوجهه ووجهه راح فيها شوي. قال هل انت مت؟ قال لا والله ما مت. رماها عليه. قال هل انت مت؟ قال لا والله. قال ائتني بحفنه من الطين والحجاره وعطني العصا. ويسوي الامام احمد بن حنبل زي العجره، عرفت اللي حاصوا فوقها طين مدري ايش ونشفها. قالوا اضرب فيها راسك بتموت. قال نعم. دائما بعض الامور ننزل العقليه اللي قدامنا. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. ايش قاعد يسوي؟ لحظة.